السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، يحيي ويميت، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ما ننساش أذكار الصباح والمساء. طبعا احنا عارفين ان أذكار الصباح والمساء بتبقى حلوة قوي علشان خاطر الحسد والعين وان الانسان يعني يبقى ايه في عناية الرحمن. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. النهارده يوم شغل كتير قوي، عايزة أشتغل وأنظف علشان خاطر العشرة الأوائل من ذو الحجة. ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا فيها الصيام والقيام وقراءة القرآن والعبادة، فتبقى الدنيا نظيفة أحسن. أنا طبعا مكركباها مقوماها على حيلها، هوريها لكم. بس الأول أعدل دماغي بكوباية الشاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. ربنا يجعله يوم خفيف والشغل كده ايه يبقى سهل وبسيط. وعايزه كلكم تقوموا تتنشطوا، اللي لسه ما روقش يروق، واللي سايب ماما تروق لوحدها يشتغل معاها كده ويوريها ان هو بيحبها جدا. الحب يا حبايب قلبي طبعا زي ما انتوا عارفين الحب مش بالكلام، الحب بالفعل. فيلا الشاي بتاعي جاهز اهو. انا هوريكم الشقه وهي مكركده، انا موقفاها كده على رجل علشان خاطر انفض بمزاج. الشباك ده كان الالموتال، كان كل شويه بقى ايه عايزه انضفه كده، وبعدين الاقي الانتريه تحته والانتريه انا حاطه له بياضات بيضه، فاكسل اقول ايه طيب مره تانية علشان خاطر الرمل هيعمل الدنيا. وبعدين انا على الشارع زي ما هوريكم يعني التكاتك والعربيات وكل اللي ما بيعدي بيجيب عليا رمل، وانا مش في ادوار ايه، مش في ادوار عاليه، يعني انا في نص كده الادوار. فان شاء الله يكون يوم نشاط ويوم مبارك يا رب عليكم جميعا. بحبكم جدا جدا، ان انتوا اهلي. شوفوا لي هالجمال، شوفوا لي هالكراكيب اللي ملهاش علاقة ببعضها ولا كركوبة. كل حاجات الشقة نكتها هنا في البيت، في الريسبشن. شوفوا 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 وادعوا لي. انا هشيل الحاجات دي ازاي وانظمها؟ ها يا رب قوينا يا رب. بس الصراحة الواحد بعد ما بينظف وبيخلص بيبقى نفسيته مرتاحة. هو ده الشباك اللي أنا نظفته، كان مجهد يعني، هو كان مجهد أنا. ها ادي بقى الشارع اللي هو عمال يكب رمل عليا. هي نور قفلت هنا اهو كده، الشارع اللي عمال يكب رمل. بصوا بصوا، بس انا هحاول اعمل لكم زوم على الجنينه اللي قدامي. الجنينه دي هي اللي حببتني ان انا اجي واقعد هنا. ما كانش العماره اللي قدامي دي موجوده اساسا، فكان الله يبقى في جنينه كده. فكنت مبسوطه قوي، ما كملتش انبساط يعني. لقيت قوموا العماره دي وبعدين قوموا العماره دي. هنا بقى بسرع الفيديو قوي. ممكن نحطهم كده وممكن نعمل كده،
يعني هيبقى غيرنا منظر بحاجه بسيطه قوي، يعني حركه بسيطه قوي. اولادي حبايبي، وبرده نفس الطريقه اهو. انا عارفه ان في اشطر مني، بس انا بقول لك ايه، بناتي حبايبي هما برضو ممكن يكون عندهم ابتكارات اكبر واحلى. تمام اهو. هنا بقى اللي هو الكابوتينيه ده بيزحق في حته التنفيذ. في بيستخدموا له اللي هي المكنسه، الجزء الصغير بتاعها. بس انا بقى ايه، زي ما انتم شايفين، بدائي يابا، بدائي 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 بدائي. وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ادي المخدات ونخلص منها، واحدة واحدة. قربت معالم الشقة ان هي تبان، وقرب النظافة ان هي ايه، يبان على الشقة. لكن انا من الناس اللي الحلم ما بيروحش منها خالص. نفسي قوي يبقى عندي بيت، البيت ده بتاعي، اطلع اربي فراخ فوق السطوح، اعمل ازرع، ضيوفي يجولي وابقى اطلع وانزل براحتي كده، مش موجوده مع ناس غرب ما اعرفهمش. مهما كانت الشقه قعدتها نظافه ومش عارفه ايه، بس فين الفراخ؟ طيب فين الزراعه؟ فين قعدتي وان انا اجيب اهلي واصحابي ويبقى البيت هيصه، ويعني حاجه فيها حريه اكتر. يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني كل اللي عندهم بيت حتى لو كان بيت صغير، اوضتين وصاله، اي حاجه، اوضه وصاله والله، بيبقى حلو. مملكه خاصه بتفرق كتير عن الشقق. انتوا قولوا لي رايكم في الكومنتات، رايكم زيي ولا لا بتحبوا قعده الشقق وكده. احنا خلصنا تنظيف ويا رب يعجبكم. شوفوا بقى، شوفوا ما شاء الله، النظافة حلوة قوي قوي قوي، تبارك الله. احنا بنرتاح قوي سبحان الله لما تكون الدنيا نظيفة، ومهما كانت مكركبة وتعبانين بنتعب اكتر. يعني فالصح ان احنا نقوم ونفك ونبعد الكسل عننا ونروق اهو. انا بقى ما شلتش البياضات علشان خاطر هشيلها اغسلها ان شاء الله في العيد. هشيلها واسيب الانتريه من غير ايه، من غير فرش، عشان نور تفرح، هي بتحبه من غير فرش.
وانا بقول لها يعني احنا لو سايبينه للتراب من وقت للتاني صراحة هبقى مش طايقة ابص في شكله، لانه هو لونه كحلي، زي ما باين تحت كده. هحاول افتح النور. لونه كحلي، فالرمل التراب لما بيجي عليه صراحة بيبقى شكله وحش قوي قوي قوي. الجزء ده كحلي، الكنب الكبير، والصغير رصاصي زي ما باين تحت كده. ان شاء الله في بأمر الله ربنا يحيينا ويحييكم ويعود علينا الايام يا رب جميعا بالخير والبركة. وربنا يحفظكم يا رب، وتفضلوا طول عمركم داعمين ليا. ربنا يبارك لي فيكم. ده بقى ايه النهاية الفاينل. ايه رأيكم بقى؟ ها، فرق كبير بين مكان. شوفوا اول الفيديو كان منكوتة الدنيا ازاي. اهو كده بقى ايه، انا اروح السوق واشتري الحاجات بتاعتي.